السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وبعد. أنا دلوقتي بجد 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 كان الله في عونك يا سيادة الرئيس. يعينك ربنا ويقويك علينا يا رب. لما رئيس الجمهورية يطلع يطالب الإعلام إنه يشتغل ويشوف دوره اللي المفروض إن محدش يقول له عليه، يبقى في إيه في البلد دي؟ هو في حد بيقبض زي الإعلاميين؟ ده انتوا بتاخدوا ملايين. عشان إيه؟ عشان تطلع لي ساعة ولا ساعتين على قناة فضائية؟ فين دورك كإعلامي؟ أنا مش هقول على الإعلامي اللي واخد جنسية تانية، الجنسية السعودية، اللي طلع طالب بإقالة وزير النقل والمواصلات ووزير الصناعة، عشان ده دوره معروف، بيقبض عشان يخرب. الله يحنن عليه. لكن ايه، مفيش ولا إعلامي وطني، مفيش ولا إعلامي بيفكر. فين الفنانين؟ يا نمبر صفر انت فين؟ ما طلعتش وقعدت تخبط وترزع في دباباتكم، فين سلاحكم، فين؟ انت فين؟ بتعمل ايه للبلد؟ البلد اللي مخلياك فوق الفوق، انت فين دورك؟ ما شفتكش على المعبر واخد شويه وجبات للسواقين اللي مش لاقيين ياكلوا، بيقولوا لا مش هنمشي الا لما ندخل لاخواتنا المساعدات. هم دول الابطال، هم دول الرجاله، والباقي صفر تحت الصفر. لا شفت فنان ولا اعلامي ولا اي حد مشهور. ده انت لو طلعت بكاميرا موبايلك يا راجل. انتوا مش ليكوا فانزات؟ مش بتقولوا الفانزات بتاعتنا والتيت والشريط؟ فين؟ البلد في حالة حرب، انتوا فين؟ نايمين في التكييفات وفي الساحل. انا بقولها ويشهد عليها ربنا، كله هيتحاسب زي ما قال الراجل بتاعنا، الراجل المحترم الشريف اللي مفيش حد سايبه في حاله. وبقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل مصري، فنان إن كان او اعلامي او